السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتكم بسيطو بنين مع براء. نتمنى تكونوا على خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم، وعواشركم مبروكه بالصحه والسلامه يا رب. اقتراحنا لليوم غيكون السفوف او السلول مغربي بطريقتي الخاصه اللي كيجي معلق كيف ما كتشوفوا معي، وباضافه تخليه مميز بالذوق والنكهه ديالته، يمشي لجميع المناسبات بابسط تقنيه لحتى المبتدئات. لذا بقاو مع لا فيديو للاخير نشوفوا كل هذا بالتفصيل. وما تنسوش لايك الفيديو، كذلك بارطاج مع لي زامي ديالكم باش الكل يستافد، والاشتراك في القناه الا كنتو اول مره تكتشفوها باش دائما توصلوا بجديد الوصفات والاقتراحات. ودابا نمروا لتطبيق الوصفه على بركه الله. على بركه الله غادي نحتاجوا 1 كيلوغرام ديال الدقيق. انا عندي هنا مزيج ما بين دقيق القمح ودقيق الرطب يعني الفورس. كناخذوا واحد 800 غرام ديال الدقيق الرطب، كنضيفوا لها 200 غرام ديال الدقيق القمح الصلب او الفينو، من بعد كنوضعوه في اللاطه ديال الفرن وكندخلوه للفرن، كنخليوه حتى كيتحمر على نار اللي كتكون متوسطه حتى كياخذ هذا اللون هذا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضيفوا له معلقه صغيره ديال الملح. وبالنسبه للمكسرات اللي غادي نضيفو، عندي هنا كيلوغرام ديال كاوكاو، كناخذوا النصف ديالها من بعد ما كنكونوا حمرناه كذلك في الفرن وكنقشروه. كناخذوا النصف ديالها كنطحنوه، وما تبقى يعني كنهرمشوه كنخليوه غليظ كيف ما كتلاحظوا معي باش كنحسوا بديك القرمشه ملي كنكونوا كنتناولوه. كذلك عندنا الزنجلان، بعد ما كنغسلوه ونقيوه كنوضعوه في اللاطه وكنحمروه كيف ما كتلاحظوا معي. كناخذوا جزء منه كنخليوه كما هو، وما تبقى كناخذوه ونطحنوه بهذا الشكل هكذا كيف ما كتشوفوا معي، يعني حتى كنحصلوا عليه بهذا الشكل هكذا. ما تبقى كنخليوه صاين باش كنوضعوه كما هو. كذلك غادي نحتاجوا 1 كيلوغرام ديال اللوز. من بعد ما كناخذوه كنوضعوه في ماء مغلى، كنخليوه بعض الثواني ومن بعد كناخذوه كنفسخوه، كنوضعوه ينشف او كنشفوه، ومن بعد غادي نمروا باش غادي نقليوه كيف ما غادي تشوفوا معي. غادي نمروا باش غادي نجمعوا النواشف ديالنا. كناخذوا الدقيق نضيفوا عليه كذلك كاوكاو اللي كيكون المطحون والمهرمش، كذلك الزنجلان اللي كيكون مطحون والنص ديالو صاين. بالنسبه للناس اللي كيقول لك يعني ما كيضيفوش كاوكاو ما كيجيش مزيان يعني في السفوف، كيعطي واحد النكهه او كيضيع السفوف كيخليه يعني يغمال، ولا بالعكس انه بالفعل كيعطي واحد النكهه مميزه. يكفي انه يتحمر جيدا ومن بعد كنطحنوه ونضيفوه للسفوف ديالنا. كذلك غادي نضيفوا 2 معالق ديال النافع و2 معالق ديال حبه حلاوه. من بعد ما كنكونوا طحناهم وغربلناهم نضيفوا كذلك 2 معالق ديال القرفه المطحونه. غادي نضيف كذلك واحد الزلافه ديال السكر كلاصي ما يعادل واحد 200 غرام وكيبقى على حسب الذوق. غنحتاجوا كذلك واحد الحبه ديال الكوزه والمسكه الحره. ناخذوا الكوزه وكنحكوها هكذا او كندقوها. صدقوني البنات هاد السفوف هذا كيبقى معك اطول مده ممكنه يمكن لك توجديه من هذا الوقت هذا، يعني كيبقى لك حتى لرمضان وكدوزي به الشهر كامل ديال رمضان وكيبقى كما هو. بالعكس يعني كيزيد كيلداد اكثر فاكثر، يعني كيطلقوا هذوك ليدام ديال هاد المكسرات وكيزيد كيلداد اكثر فاكثر. نضيفوا كذلك ديك المسكه الحره من بعد ما كنكونوا دقيناها مع شويه ديال الملح ونخلطوا النواشف ديالنا. في هاد الاثناء هذه كنكونوا يعني وضعنا اللوز يتقلى، كنوضعوه في واحد حمام زيت اللي كيكون بارد على نار اللي كتكون متوسطه،
وكنبقاو كنحركوه بهذه الطريقه هذه حتى كياخد اللون المطلوب. كذلك بالنسبه للزبده، انا هنا وضعت 500 غرام ديال الزبده ديال البواطات، وانتم يمكن لكم تستعملوا الزبده اللي كتفضلوا، وكنخليوها حتى كتذوب وكتصبح على شكل نوازيط كيف ما غادي تلاحظوا معايا. يعني كنخليوها حتى كيتبخر منها هذاك السائل ديالها او هذاك الحليب اللي كيكون فيها. نرجعوا للوز كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما كيتحمر وكياخذ هذا اللون هذا، يعني كيتحمر كياخذ اللون محمر بلا ما كيكون محروق، صافي كنكتفيو غادي نصفيوه ونوضعوه جانبا. كذلك بالنسبه للزبده، من بعد ما كتوصل لهاد الدرجه ديال الغليان، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كتبقى كتطلق يعني هاد الكشكوشه هادي، كنخليوها حتى يعني كتبخر جيدا بهذاك السوائل وكتصبح على شكل نوازيط بهكذا. كنخليوها حتى كتبرد، كنصفيوها ومن بعد كنستعملوها. ضروري من هاد النقطه البنات باش ما كتفسدناش الصفوف ديالنا. كناخذوا اللوز، كناخذوا جزء منه كنهرمشوه وما تبقى يعني كنوضعوه صاين، والجزء الاخر كنخليوه للتزيين في الاخر. وبالنسبه للزبده، بعد ما نصفيوها غادي ناخذوها نضيفوا لها الزيت اللي كنكونوا قلينا فيه اللوز، وكذلك كميه من العسل. بالنسبه للعسل يعني كيبقى على حسب الذوق. غادي نخلطوهم مع بعض جيدا، وهذا هو الخليط او السوائل اللي غادي نجمعوا بها الصفوف ديالنا. نخلطوا النواشف مع بعض جيدا، ومن بعد غادي نبداو كنضيفوا السوائل وحنا كنخدموا حتى كنحصلوا يعني على القوام ديال السلو اللي كنفضلوا. كنضيفوا شويه بشويه وحنا كنخدموا حتى كنحصلوا على القوام اللي كنقلبوا عليه. يعني كل واحد وكي كيفضل الصفوف ديالو يجي، كاين اللي كيبغيه يجي معلك، كاين اللي كيبغيه يبقى شويه ناشف، على حسب الرغبه وعلى حسب اللي كتفضلوا. وكنبقاو كندخلوا هكذا السوائل، وما غاديش نعركوه بالايدي ديالنا، وانما غادي نوضعوه في العجانه. بالنسبه للناس اللي عندهم العجانه كتكون عمليه اكثر في هذه المرحله هذه، يعني كتهنينا ما ديك المرحله ديال العريك. اما بالنسبه اللي ما كتكونش متوفره عندهم يعني كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنحصلوا على القوام المطلوب. اما الا كانت يعني كنستعملوها كتكون يعني عمليه اكثر وكتهنينا من هذه المرحله هذه. كنوضعوه وكنخليوها كتعاركوا بهذه الطريقه هذه حتى كنحصلوا على القوام المطلوب. ومن بعد ان شاء الله غادي تشوفوه معايا كي كيجي في شكله النهائي في طبق التقديم. وشكله النهائي عند التقديم من بعد ما كنزينوه بداك الحبات ديال اللوز كنقدموه كيف ما كتلاحظوا معايا.
بالفعل كيجي معلك، كيجي لذيذ بهذيك الاضافات اللي كنضيفوا له. بالنسبه للاضافه الاولى، المزيج ما بين الدقيق الرطب ودقيق القمح الفينو اللي كيعطيه في الاخير واحد القوام رائع. كذلك بالنسبه للاضافات الاخرى والتقنيات اللي خدمناه بها، اللي كتعطيه يعني واحد اللذة مميزه وكتخليه يبقى معك اطول مده ممكنه بلا ما يضيع او تشمي فيه شي ريحه يعني ديال الغموليه او اشياء بحال هذا الشكل هذا، وانما كيستمر معك اطول مده ممكنه. وشحال ما طول معك كيزيد يعني كيلداد وكيطلق هذاك اللذام ديال هذاك المكسرات اللي كتزيد كتمنحو لذة على لذة، وكيبقى معك اطول مده ممكنه. ما بقى لكم غير تجربوه بالطريقه هذه وانتم مطمئنين، وانا ما بقى لي غير نخليكم على خير الى فيديو جديد ومختلف، وفي امان الله وحفظه، ودمتم في رعاية الرحمن.